أهلا بكم. 1000 درهم زيادة عامة في الأجور على مدى سنتين ابتداء من سنة 2025. الزيادة في السميج والسماج بنسبة 10% من بين أبرز عناوين الاتفاق، والذي وقع قبل قليل بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. اتفق أيضا على مراجعة مقياس الضريبة على الدخل إلى جانب نقاط أخرى تم الاتفاق عليها. في هذا الاتفاق يأتي قبل فاتح ماي عيد الشغل. ونستمع اللحظة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح أدلى به مباشرة بعد التوقيع على هذا الاتفاق لزميل محمد أبو بكر في الرباط. منذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ 4,250,000، منهم 1,250,000 موظف في القطاع العام و3 مليون ديال أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي ديال الدولة ديالنا الحمد لله. وبالموازاة لإجراءات رفع من الدخل، مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان. واحد غادي تكون فيه المناقشة في هذا الدورة ديال أبريل، واحد إن شاء الله في الدورة ديال أكتوبر. كما ستنكب الحكومة بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل، وبذلك تجدد الحكومة التزامها بمؤسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي. الرفع من الأجور، إصلاح أنظمة التقاعد إذن من بين الملفات الحارقة التي حسم بشأنها في الاتفاق الذي وقع قبل قليل بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وسنعود بالتفصيل إلى مضامين هذا الاتفاق في القادم من نشراتنا الإخبارية. اللحظة معك جليلة بن فتان، الأشواط التي قطع الحوار الاجتماعي وأبرز الملفات. قبل الوصول إلى لحظة التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والنقابة المركزية المنتظر بعد غد الأربعاء، سلسلة جولات من الحوار الاجتماعي جمعت المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والاتحاد العام لمقاولة المغرب، والتي انطلقت أولها في فبراير الماضي لترجمة اتفاق 30 أبريل ضمن محاور أساسية تهم تحسين الدخل ورفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد. هي ملفات جوهرية ذات أولوية لدى الشغيلة، من شأنها أن تشكل في حالة إقرارها من طرف الحكومة منعطفا نحو مؤسسة الحوار الاجتماعي التي تمت المناداة به من طرف المركزية النقابية. جولات حوار لم تكن بالسهولة المتوقعة، دامت قرابة الشهرين، والعين اليوم على لحظة الحسم وما ستحمله من نتائج لفائدة الموظفين والعمال.